ايه. برسم الشعب اللبناني مرة جديدة تحية إلكم. ولادنا عم بتموت، بيوتنا عم تتدمر. هيدا لسان حال معظم أهالي الجنوب، وهيدا يلي جناح حزب الله على الجنوب اللبناني. خساير بالأرقام، طبعا إحصاءات غير دقيقة غير رسمية نظرا لاستمرار المعارك الحربية بالجنوب اللبناني. 6000 بيت تدمروا، 110,000 نازح للمناطق الآمنة من تقريبا 30 بلدة جنوبية بتتوزع طبعا على مختلف الأقضية. الخسائر لحد اليوم الناجمة عن الحرب مليار و300 مليون دولار خسائر مباشرة، يعني عم نحكي عن بنى تحتية، طرقات، مساحات زراعية وغيرها. 350 مليون دولار خسائر غير مباشرة، عم نحكي عن تسكير مؤسسات، تعطيل وظائف، سياحة وغيرها. الخسائر اليومية تتراوح بين ال20 وال25 مليون دولار. 5 مليار دولار خسائر الاقتصاد اللبناني، أي ما يعادل 15 أو 20% من مجمل إيرادات هيدا الاقتصاد. أما بالنسبة للخسائر البشرية فتعدت الضحايا 300، طبعا بالإضافة للأعداد الكبيرة من الجرحى. حرب عبثية، حرب مساندة، سموها اللي بدكم اياه، لبنان لا يريد هذه الحرب. وسؤال لأمين عام حزب الله: لأيمتى بدك تضل اخذ لبنان رهينة؟ لأيمتى أهلنا بالجنوب بده يضلوا محطوطين تحت مرمى نيران العدو الإسرائيلي كرم العيون إيران؟ وللشعب اللبناني بدي أقول: أنت مصدر السلطات، بليك ما عندهم سلطة على أي شيء. كرمال هيك رح ضل أقول لك كله برسمك أنت. تيبقى قلنا لبنان، الله معك.